ندخل على واحدة من أشرس وأعنف المعارك في التاريخ، ستالينغراد. المعركة بدأت في أغسطس 1942، وكان هدف هتلر السيطرة على المدينة لأسباب سياسية وعسكرية. اسمها على اسم ستالين، والسيطرة عليها كانت هتبقى ضربة معنوية هائلة للسوفييت، وكمان كانت مدينة صناعية مهمة على نهر الفولجا ومركز نقل وإمدادات أساسي. الألمان وصلوا المدينة في سبتمبر، وبدأ قتال شوارع لا مثيل له. كل مبنى كان بيتحول لقلعة، وكل مصنع لساحة حرب. السوفييت بقيادة جوكوف وتشيكوف قرروا يقتلوا حتى آخر رجل. في نوفمبر 1942 السوفييت أطلقوا عملية أورانوس، هجوم مضاد عبقري استهدف الأجنحة الضعيفة للجيش الألماني السادس اللي كان محمي بقوات رومانية وإيطالية أقل تدريبا. الهجوم كان صاعقة وحاصر حوالي 300 ألف جندي ألماني داخل المدينة. هتلر رفض فكرة الانسحاب وأمر فريدريش باولوس بالتمسك بالمواقع. الإمدادات كانت بتيجي بالطائرات، لكن ده ما غطاش إلا جزء صغير من احتياجات الجيش. الجوع، البرد القارس، ونقص الذخيرة حطموا الروح المعنوية للألمان. في 31 يناير 1943 باولوس استسلم، وفي 2 فبراير استسلم آخر القوات الألمانية. الخسائر كانت مرعبة، حوالي 800 ألف من الجانبين بين قتيل وجريح وأسير. ستالينغراد مش بس كانت معركة، كانت نقطة انكسار، وبعدها السوفييت بدأوا هجومهم الكبير غربا، والألمان ما يقدروش يستعيدوا المبادرة تاني.